ان شاء الله تترجم بقى السنه الجايه والمصري يلعب على ارضه السنه الجايه ان شاء الله، والامور تبقى طبيعيه ونرجع تاني لطبيعتنا في بورسعيد. ان بورسعيد يعني بلد بتعشق حاجه اسمها النادي المصري وكره القدم. طيب والله يعني عايز اتكلم في الزمالك ومش عايز اقعد اقول كل شويه مشاكل، بس هي مشاكل، هي في مشاكل في الزمالك، يعني حاجه مش احنا اللي بنخترعها، ولكن هو ده الظروف زي ما قلنا. انا قلت قبل كده، ومع اي خساره لنادي الزمالك هيحصل مشكله، وهيحصل مشكله لكابتن محمد حلمي. طبعا كابتن محمد حلمي زعلان جدا وقافل تليفوناته، ما كلمش حد خالص، ويعني نفسيا متضايق جدا ان هو ما كانش متوقع ان بعد اول تعادل ان يحصل عليه الهجوم والانتقاد الكبير ده من رئيس نادي الزمالك. النهارده كان في مؤتمر صحفي في نادي الزمالك اقامه رئيس النادي، وانتقد الجهاز الفني بشده، وانتقد كابتن محمد حلمي، ويعني بصراحه حاجه غريبه جدا. مش عارف، محمد حلمي راجل مسك الفرقه زي ما قلت لكم، انا مش بدافع عن محمد حلمي ولكن بقول لكم الواقع اللي حصل. كسب 9 ماتشات ورا بعض، الفرقه كانت قبل محمد حلمي في عدم استقرار، كل شويه مدرب بيمسك ومدرب بيمشي ومدرب بيمسك ومدرب فالدنيا منعكشه داخل الفريق، وزعل وده مش عارف فين وده فين ومدربين بتمشي ومدربين بتيجي. فالراجل مسك واجتهد وكسب وعمل اداء كويس وكل حاجه. ان هو بدل او ما يتعادل، دي كره قدم. وزي ما قلت لكم الزمالك، انا مش بدي مبررات، ولكن الزمالك كان جاي مرهق من انيمبا، لعب ماتش في المطره والميه، ولكن الراجل محمد حلمي مصدوم. يعني انا بقول لكم كابتن محمد حلمي مصدوم، مش متخيل بعد اللي هو عمله مع نادي الزمالك في الفتره القصيره دي، ان هو مع اول تعادل او اول اخفاق، هنسميه اخفاق، ان الزمالك خسر الدوري. ولكن محمد حلمي زي ما قلت لكم امبارح لما جه الزمالك كان كده الدوري رايح، كان الدوري رايح للنادي الاهلي، فالراجل مصدوم مش مصدق ان هو بيتم انتقاده بالشكل ده. وعلى فكره في الماتش اللي فات، وانا هقول لكم معلومه يعني وهقولها، ما بعرفش اسكت، هقولها، كان في والماتش شغال، من المقصوره رادات من رئيس النادي للجهاز الفني شديده جدا، شديده جدا يعني، والماتش شغال كان انتقادات شديده جدا، ويعني كانوا الجهاز كانوا محمد حلمي قرار بعد الماتش المصري ان هو مش هيكمل في نادي الزمالك. وانا بقول لكم محمد حلمي مش هيرجع، محمد حلمي مش هيرجع النهارده.